خليني أقولك حاجة يمكن تزعل شوية. انت مش متأخر، انت بس بتبص في سكة حد تاني. المقارنة من أكتر الحاجات اللي بتسرق سلامك النفسي. تفتح موبايلك تشوف حد نجح، حد سافر، حد اتجوز، حد بقى أحسن منك في حاجة، وفجأة تحس إنك واقف مكانك. هو انت عارف ظروفه، تاريخه، تحدياته؟ عارف هو بيمر بإيه عشان يوصل لده؟ ولا بتقارن كواليس حياتك بأحسن لقطة في حياته؟ المشكلة مش إنك تطمع، المشكلة إنك تلغي نفسك. كل واحد له توقيته، له رحلته، له سرعته. الشجرة مش بتستعجل عشان الشجرة اللي جنبها كبرت بسرعة. اسأل نفسك السؤال ده بصدق: أنا عايز أبقى زي فلان ولا عايز أبقى أحسن نسخة من نفسي؟ كنت فين من سنة؟ اتطورت في إيه؟ فهمت إيه أكتر؟ لو بتتحرك حتى خطوة صغيرة انت مش متأخر، انت في رحلتك. وجملة تحفظها: رحلتي مش سباق، رحلتي نمو وتطور. وسؤال أخير قبل ما امشي وقبل ما تمشي: لو بطلت تبص شمال ويمين هتركز تعمل ايه في حياتك؟